السبعينات 90% من اطفال امريكا كان عندهم ضعف الكميه دي في اجسادهم، ووفقا للابحاث توماس قدر انه يسمم 3 اجيال من الاطفال بسبب غاز الرصاص، وزود من خطر الاصابه بسرطان الجلد ومشاكل الجلد المرتبطه بالتعرض للاشعه فوق البنفسجيه، وساهم بشكل كبير في الاحتباس العالمي، وده لان تم اطلاق ما يقارب من 7 مليون طن من غاز الرصاص في الهواء، واللي ما زالوا موجودين لحد دلوقتي. طبعا توماس العظيم صاحب الاختراعات العظيمه كان في احتياج انه يعمل اختراع جديد علشان يكمل سلسلته في حل مشاكل البشريه زي ما كان بيزعم. الاختراع اللي كان مليان بالعيوب والمشاكل ابرزهم انهم ما كانوش قادرين يظبطوا درجه الحراره، وانه مع الوقت التلاجة كانت بتشتعل وبتنفجر، واحب اقول لك انه ما كانش اشتعال عادي. فمثلا انفجار واحد من اللي حصل تسبب في موت 17 بني ادم في شيكاغو، فاضطروا انهم يستخدموا ماده ثاني اكسيد الكبريت اللي فعلا وقفت الاشتعال، ولكنها ماده شديده السميه. فكان توماس